هلو 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 يا جماعة، أنا هسأل سؤال. هو احنا لحد امتى هنفضل نعمل الخير ونرميه في البحر؟ ولحد امتى هيفضل ملازمنا احساس عايزة ورد يا ابراهيم؟ طب بجد بقى لحد امتى هتفضل كلمة شكرا اصعب من مسائل الاسم المطولة؟ مش عارفة، بجد مش عارفة. كلامنا النهاردة هيكون عن التقدير بينا وبين اهلنا، اصحابنا، حتى الناس اللي ما نعرفهاش، واي شعور ممكن نحس بيه بس ما نعبرش عنه، او افكار تيجي في دماغنا ونتكسف نطلعها. هنا معاكو بسومة في صدى ثبت. التقدير 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 يا جماعة، انا بقالي كتير قوي بجد بزغرط في الحوار ده لدرجة ان انا زهقت، فقررت ادوكيمنت كلامي عشان نقعد بقى كلنا نعمل له ريليسن كده مرة واتنين وعشرة، واقلل طاقتي المهدرة في الكلام عن الحوار ده. انتوا عارفين التقدير ده يا جماعة عامل زي شحن الباقة كده، احنا بنبقى قاعدين يا حرام شايلين هم الدنيا ان هي تخلص قبل نص الشهر، ومركزين جدا في شحننا امتى وهتخلص امتى، طب هو في رصيد كفاية، وهكذا. ببساطة التقدير ده طاقة سحرية، بجد طاقة سحرية بتحركنا كلنا من غير حتى ما ناخد بالنا. غالبا ممكن تكون هي الحاجة الوحيدة اللي قادرة انها تقومك، تشغلك، تهون عليك اي ضغط، واحنا اوريدي بنبقى عايشين فينا اللي مكفينا بجد. طول ما احنا عايشين في الدنيا هنقابل ناس كتير قوي هنلاقيها مش بتقدر، وهي يعني بتكون مش مدركة ان هما كمان بيعدي عليهم وقت بيبقوا عطلانين على كلمة شكر او تشجيع، مش فاهمين ده بيعمل ايه، ده بجد بيساعد ازاي. انتوا عارفين هنلاقي مواقف كتير قوي بنحس فيها بعدم تقدير هتتكرر من نفس الأشخاص، من أشخاص مختلفة على مدار يومنا، في الشغل، في البيت، في الشارع، وبتحس انك يعني انا زهقت من كتر ما بمنشن ده، زهقت من كتر ما بقعد الناس اقول لهم يا جماعة ما بنعملش كده، يا جماعة بالله عليكم. طب انتوا عارفين عدم التقدير ده بجد ممكن يبقى من أسخف 9 حاجات في العالم مثلا. يعني احنا بنقابل ناس هي بجد بتبقى راكبة البجاحة وسايقة على 260. طب قدرني يا صاحبي، قدرني زي ما قدرتك وتعبت علشانك، بجد دي أقل حاجة ممكن تقدمها لشخص عمل لك حاجة. يعني مثلا ممكن أكون أنا شغالة على بروجكت ليل نهار طالعين أمي حرفيا وما بنامش علشان أسلم تاسكات معينة عشان حاجات في شغل، وهي مش بتكون مسؤوليتي أنا لوحدي، لا احنا تيم عادي، وفي الآخر يبقى الرد إنه ماشي نايس ابعتها لي، او الاقي مدح في باقي التيم، او انه ايه ده بصوا اهم حاجه بجد انتوا اشتغلتوا سوا يا جماعه، وصاحبي قالوا انا بس انا اللي سهرت، انا اللي طبقت، انا اللي حرفيا طلع عيني، هو ايه ده؟ طب انتوا عارفين جمله معلش يا ماما اصل هم لقوني شاطره بجد فحلفوا بقى 100 يمين محدش بايت معاهم النهارده يخلص الشغل ده غير بسومه؟ قالوا لا 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 والف لا، بجد يا جماعه احنا ما بنعملش كده خالص، وانا مش قصدي اقول نعمل ايه وما نعملش ايه، بس بجد مش منطقي بجنيه ان احنا بنلاقي حد شاطر وعنده ضمير نرمي عليه انتوا عبط. هل انتوا عبط بجد؟ اصل الشغل زي اي حاجه، حتى لو انا كنت بحبها وانا اللي مختاراها، هيجي وقت طاقتي هتخلص، هبقى مضغوط، هبقى متضايق، فعشان ده يهون عليا، عشان بجد ده احس ان هو خفيف على قلبي، لازم فعلا لازم تعبي ومجهودي يتقدروا معنويا، سواء بقى بشكر بقى ببرافو، بتشجيع، بأي حاجة لطيفة في الدنيا، ولو ماديا يعني نكون شاكرين جدا، بجد نكون شاكرين جدا جدا جدا. الحياة بقت صعبة. في حاجات تانية برضو فيها عدم تقدير، زي وده شيء شخصي جدا جدا،
ممكن اقوم دلوقتي حالا ندشتش اي حاجه قدامي عشان بيحرق لي دمي. حوار السين وما بنردش خير بجد والله خير. اصل احنا عشان بنسكت يعني يا جدعان؟ هو انا دلوقتي ادمن جروب وقافله الشات يعني ما حدش عارف يرد عليا؟ طب اللي انا بعتله ده مخطوف ومترفع بسلاح، فانت بجد بقالك اسبوعين مش عارف ترد عليا بايموجي، تصوت، تبعت استغاثه. مش منطقي. طب احترموا نفسكم، انا نفسي تحترموا نفسكم بجد. وكلكم بقى كلكم، وقصه الحاجات اللي بتتاخد فور جرانتد دي كوم تاني بامانه. احنا محتاجين نورمالايز ان محدش ملزم يعمل حاجه، نقطه. واقصد ده في اطار بجد العلاقات عادي، وكل ما هو ريليتد بالود بين الاشخاص، بدايه من الغدا اللي بيطلع من ايد ست الكل كل يوم البروسيس بقى بتاعته كلها، لحد الراجل اللي هيقرر ما يدوسكش وانت بتعدي طريق سريع. ده انت فوق راسي والله العظيم. ايه ده؟ في مواقف كتير قوي غالبا موجوده في كل علاقاتنا بالتعود كده بنسقط نقدرها، واننا نشكر اللي بيعملوها، مع ان هي لو اتقلبت، لو اتعكست، انت اوريدي لما بتحس ان محدش قدر تصرف منك سواء بكلمه حلوه او مدح او اي حاجه، هتترازو، هتتخانق بجد، هتحس يا جماعه انا مش متشاف. هل انا مش متشاف دلوقتي؟ يعني انا شفاف؟ لو انا شفاف بالله عليكم لابس بجد العبايه اللي كان هاري بوتر لابسها بتاعت ابوه دي، عرفوني. اصل مش كده. فاحنا بجد كلمه شاطر او شكرا مش هتكلف حد حاجه، مش هتكلف حد حاجه خالص بجد، مش هتسحب من حسابك اللي في البنك، بس هتفضل بجد في ذاكره اللي انت قلتها له طول عمره او اكبر وقت ممكن يعني. وبنفضل بجد فاكرين المواقف اللي مرتبطه بكلمه شكرا اتقالت لي في وقت، او بلحظه تقدير حسيتها من حد. انتوا عارفين ان بجد في المعظم عدم التقدير ده بيوصل الناس ان هي تبطل تعمل حاجات هي بتحبها لمجرد انه مجهودها مش متقدر. مش فكره حاجات هي بتحبها كمان، يعني هو فكره انه انا بعمل لك حاجه عشان انا بحبك، انا بعمل لك حاجه هي طالعه من قلبي، بس ستيل مهم انك تقدرها، مهم ان انت ما تتعودش عليها. اصل هبطل، هيجيلي وقت وهزهق. فلما ده يحصل تبدا بقى الناس تاخد بالها. يعني هما بيفضلوا عايشين كده، انا كفيف والله العظيم، عيني مش بتشوفكو وماشي كأني مغمي عينيا وكل الحاجات دي. بس فجأة لما بتقف، لما بتختفي، لما بتغيب، بفوق بقى، بحس ان ده لول، كان في حاجة هنا راحت فين. وده بجد اكبر مثال متكرر دايم في كل علاقاتنا. وبحس ان النقيض تماما اقل رد فعل فيه تقدير لحاجة صغيرة طلعت من شخص قدامك، زي حد صاحبك سمعك في حاجة معينة انت بتحكيها، الشخص صاحبنا اللي احنا بنسحله معانا مثلا في اي مناسبة او في المطلق عشان يصورنا ويبقى بجد الفوتوغرافر اللي انا اجرته برخص التراب وكده، حد شاف حاجة مثلا وافتكرني بيها. مواقف وحاجات صغيرة خالص، زي ممكن مثلا تيجي من حد انت ما تعرفوش في الشارع يبتسم لك، حد يخليك تاخد دوره، حاجات شبه كده انت بتفضل فاكرها، بتفضل مؤثرة فيك، بتحس ان وقتها ان الناس جميلة، العالم حلو، ايه ده، يلا بينا نحبه، يلا بينا نعيش بقى. انا ننزل كل يوم كده اتعامل مع الناس، بلا بقى سوشيال انكزايتي، بلا رهاب اجتماعي، بلا معرفش ايه. وانا قصدي اترجمها، وبحب جدا احشر اي كلمات انجليش وانا بتكلم، فمشوا الدنيا. طيب تيجوا نفكر لو في شوية مبررات للعدم التقدير ده. فاكرين بوينت التعود على وجود الاشياء اللي انا قلتها من شوية تحت مسمى الحاجات الفور جرانتد؟ ده اوبشن فاليد جدا يا جماعة بصراحة. غالبا معظم الناس هتكون مش قصده ما تقدرش، هما بس مش واخدين بالهم. نفس فكرة كده وجود الشمس كل يوم، فمحدش بيصحى يقول لها يا شكرا يا شموسة انك نورت لنا حياتنا، بس لما بتغيب وبتغيب بنتقدر، او مش قوي يعني بصراحة، بس تمام. في بوينت تانية مثلا، وهي ان الناس في ايه ولا في ايه بجد. والله كتير جدا بتكون سحلة الانسان في مشاكله او زحمة اللي جوه دماغه مخليه مش شايف اللي حواليه،
يعني هو لو مسقط يشكرك على توصيلتك في وقت تأخير، فهو يا حبيبي مسقط أكل ايه، ولا أكل أصلا ولا لأ. ممكن برضو نبرر من سكة اللوف لانجوج، ودي هتجيب جامد بصراحة. أصل احنا في صراع بنعيشه كل يوم، إن أنا عايزة أسمع كلمة حلوة، بس هما شايفين إنه هو أنا مش ساعدتك تخلصي حاجة كنتي محتاجاها، ده احنا عدنا العيب وأزح 3 متر مثلا، فهنقع في فخ عدم التقدير. بس كل واحد بيقدر بطريقته. ممكن برضو نبص بصة على نظرية أهالينا وأجدادنا، وننكلود المديرين معاهم، إنه لا 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 لا، ولما يتغر، طب ولما يتغر دلوقتي ويشوف نفسه علينا، الشكر والتقدير هينفعوني يعني؟ ولا ندلعه ويتمرع علينا؟ انت شكلك بقى عايز ثقته في نفسه تبدأ تزيد، ويفتكر نفسه شاطر ولا حاجة، يتقل على التاسكات. لا، دي تبقى خابت على الآخر. فهنلاقي ان في شوية ناس بتلجأ لسياسة تكسير المقاديف والضلوع برضو بالمرة، ونقعد بقى كلنا نستنى $75 اللي هيطلعوا، وبص اصل انا بعمل كده عشانك، اصل الدنيا دي غابة يا ابني، بعودك على اللي هتشوفه فيها. لا يابا، فكك بجد. انا احب جدا اخرج للغابة كده، ولما يطلع لي الاسد اقعد اصوت وربنا يفرجها وقتها. وفي مبرر تاني برضو يا جماعة، على قد ما هو ممكن يبقى حقيقي جدا، على قد ما هو مستفز بجد، وهو الجهل بالمجهود. صباح الفل، يعني كمية الناس خاصة اللي بيكونوا في بوزيشن تسمح لهم ان هم يدونا تاسكات ويبقى ليهم سلطة علينا، فدماغهم يعني بسيطة مسوحاهم ومخليهم فاكرين ان انت لما تطلب مني ديزاين، انا اخش بقى شات GPT اديله برومت يطلع لي في 3 ثواني، يا ديني عالدلع. انا اصلا هو انا بتعب، هو انا شغاله حاجه؟ لا، انت شغلك بقى ده شكله مش متعب خالص، ولو نقلل مرتبك للنص عشان نوفر مصاريف الشركه يعني يا حبذا. فللاسف يا حبايبي هنحاول نلتمس للاخرين 70، لا حاسه كتير، ممكن 20 عذر كفايه يمشوا حالهم بيوم كده. بس هقول لكم، ممكن في وقت ما نحتاج اننا ما نقبلش المبررات، لمجرد ان احنا بجد نحط حدود للناس عشان يتعلموا ويفهموا قيمة التقدير، وطاقتنا احنا كمان ما تتسحبش على الفاضي برضو. فعشان ما تقلش عليكم، احنا ممكن نلم الدنيا كده دلوقتي. بصراحة مش بحب في حوارات المشاعر والاشياء المعنوية دي يكون في ريفرنس ثابت لحاجة المفروض تتعمل، عشان انا بجد متفاهمة قوي اختلافاتنا وحتى اختلافنا في رؤيتنا للمواقف، بس خلينا نقدر الاشياء عامة، عشان في وقت ما احنا بنحتاج ده، نحتاج نتقدر ونتشاف. محدش هيخسر حاجة بجد، يعني قدرها بأي طريقة. يا حبذا لو تعرف تقدرها بالطريقة اللي قدامك بيحتاجها وبيحبها، لو ما بتعرفش قدرها بطريقتك، بس يعني نحاول نغير من ده، نحاول بس اهم حاجة نقدر الاشياء ونكون ممتنين لكل حاجة حوالينا، سواء نعم من ربنا علينا او اشياء بتحصل لنا من اشخاص قريبين مننا او مش قريبين في المطلق. استشعار النعم بجد والاحساس بالامتنان ليها، دي حاجة حلوة قوي بجد، ده شعور جميل جدا. اللي مش بيحسه هيبقى فايته حاجة بجد. فاشكركم لحسن الاستماع، اتمنى ان هو كان وقت خفيف عليكم، وان انتوا دايما تحسوا ان انتوا متشافين ومتقدرين بطريقة اللي بتحبوها. much love.